والآن هناك من يريد شباب أهوج تحركه الإنترنت، بحيث إنه البلد اللي عايزين يولعوها يولعها بضغطة زرار. في مؤامرات كبيرة جدا، والجميع غاضب والجميع محتقن والجميع عنده مشكلات في معايشه. الاتجاهات الإسلامية عموما والسلفية بدرجة أوضح بكثير، عندها مشكلاتها الخاصة وهمومها التي تجعل المشكلات الحياتية في رتبة متأخرة. حتى هم يعانون نفس المشكلات ونفس الأزمات الاقتصادية. هناك من يحاول أن يخرج الشباب الإسلامي من دائرة اهتماماته لدائرة الاهتمامات، قضية يعني الاهتمامات بالأزمات الاقتصادية، حتى بالقضايا الجزئية، إن الناس تتمحور حول قضية مظلمة لشخص، مع أننا لا نرضى مطلقا. وحتى مش القضية عشان مثلا لو تتعلق بشخص حد من الإسلاميين، ولا حتى بمن قيل عنه أنه كان تاجر مخدرات، لا نرضى مطلقا بمظلمة لشخص، ولكن من الذي يجيش الجيوش ويجعل الناس تتمحور حول هذه القضايا ويحركها بهذه الطريقة لكي يشعل بلاد المسلمين، لا لينقلها من حال إلى حال، لا ينقلها من حال إلى حال أحسن من الناحية الشرعية ولا حتى من ناحية الحريات. وانتظر ما يقال هنا وهناك والحريات، والإنسان يعجب من أناس يعني هم يعني في بلادهم معدودين أنهم من كتاب السلطة، ثم يفرحون في سلطة سقطت. يعني أنت تعجب هؤلاء ما الذي يحركهم؟ لو تدبرت القصة بكامل رتوشها تقول أن هناك من يشعل الحرائق عمدا في بلاد المسلمين، وأن هناك من يريد أن يخرج الشباب المسلم عامة والشباب السلفي خاصة من اهتماماته إلى الاهتمامات التي يسهل تحريكها، اهتمامات أزمات تشعل وكل غاضب، ولما تشعل يا ليت يقام شرع أو تزول مفسدة أو يقل منكر. بالعكس، ونحن نؤكد، نحن لا يمكن، لا نقول نبذل دماءنا بل ولا دقيقة من حياتنا. جاءت الجمعية التغيير وغير التغيير، نحن نرفض أن نكون وقودا لغيرنا.